بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتناول مع حضراتكم حكم من يفعل الفرائض فقط من الصلاة والزكاة، لا يزيد ولا ينقص. ما حكمه؟ هل يجوز ذلك؟ فقد ذكر الإمام الزبيدي رحمه الله في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري باب الزكاة من الإسلام، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهذا دليل على أن من يفعل الفرائض فقط فإنه يقبل منه ذلك، إلا أن النوافل تجبر الفرائض، أي تكمل نواقصها، تجمل وتجبر ما نقص منها من سهو أو نقص ونسيان. فالأولى والأصح أن يكون للإنسان نوافل وفرائض، نوافل وبعد الفرائض، لكي يجبر الله بها ما قد قصر في الفرائض، والله تعالى أعلى وأعلم.